هلا بيكم متابعينا. طبعا مثل ما تعودتوا على قناتنا دائما تسبق كل القنوات بالاخبار العاجله والحصريه، وننزل لكم كل الاشياء اول باول. قبل دقائق نزلنا لكم تعليمات استمارة التقديم على قوات حرس الحدود، واللي ما شاف التعليمات يدخل على قناتنا ويراجع الفيديو. حاليا راح نشرح لكم كيفية وآلية التقديم على رابط الاستمارة. اي شخص بيكم ما راح يفهم الشرح، هذا رقمنا قدامك الواتساب، وكذلك هذا معرفنا على التليجرام. بامكانك انه تتواصل ويانا واحنا نقدم لك وننطيك رقم الطلب الخاص بك. كذلك ضمان التقديم 100% وبدون اي خطأ عن طريق فريقنا. عندنا فريق مختص بالتقديم على الاستماير. رقم الواتساب مثل ما تشوفونه قدامكم، كذلك هذا المعرف وراح اخليهن باول التعليقات. بالاضافة انه اسعارنا هي اسعار رمزية، يا اما ترسل 5000 عن طريق الزين كاش او ترسل رصيد فئة 5000. كل هذا حتى تخلص من زحمة الهوسة بالمكاتب، وحتى ما تتضايق بالمكاتب. وممكن انه يكون خطأ بالاستماير، لان غالبية اهل المكاتب يكون خطأ بملي المعلومات بسبب كثرة الاشخاص او بسبب عدم معرفته هو شخصيا. حتى تخلص من هاي الهوسة تواصل ويانا افضل. هذا اذا كنت ما تعرف تملي الاستمارة. اما اذا تعرف تملي الاستمارة فراح نخلي لك الرابط وتتبع التعليمات اللي راح نحكيها هسه حتى تملي بياناتك بصورة صحيحة وبصورة دقيقة ويتم القبول ان شاء الله. مثل ما تشوفون هذا رابط الاستمارة قدام. حاليا نبدأ من المعلومات ونبدأ بالاسم الاول، يعني راح تكتب اسمك. وللملاحظة جميع الاحرف راح تكون باللغة العربية، حتى الارقام اللي راح تكتبها لازم تكون باللغة العربية. بالبداية راح تدخل اسمك، ولنفرض اسمك علي. بعدها تدخل اسم الوالد، ولنفرض محمد. بعدها تدخل اسم الجد، ولنفرض كاظم. بعدها تدخل الاسم الرابع، ولنفرض حمزة. بعدها تدخل اللقب، يعني العشيرة اللي موجودة بالجنسية، ولنفرض شمري. بعدها تدخل اسم الأم، لنفرض فاطمة. بعدها تدخل اسم أب الأم، لنفرض أحمد. بعدها تدخل الجنس، وشي أكيد راح يكون ذكر باعتبار الأنثى ما لها حق تقدم. بعدها الحالة الاجتماعية، أعزب أو متزوج، لنفترض أعزب. بعدها الأقليات، راح تحدد أزيدي، صابئي، مسيحي، شبكي، كردي، كاكائي. قل بلا. محافظة السكن، تبأي محافظة ساكن، بغداد، البصرة، ميزان، نفرض ذي قار. بعدها تاريخ التولد. بالنسبة لتاريخ التولد من هنا راح تختار العمر أو تاريخ التولد، لنفترض 97. حتى تتحكم بالشهر لازم من خلال ذن الاتجاهات. حتى تعرف يا شهر، نفترض شباط، كانون الثاني، كانون الأول. ولنفترض احنا بشهر الثالث فنختار آذار. كذلك لنفترض احنا باليوم العاشر من شهر آذار، نختار 10، فصار 10/3/1997. التحصيل الدراسي هو محصور بين الابتدائية والمتوسطة، فإما تختار ابتدائية أو متوسطة حسب تحصيلك الدراسي. لنفترض متوسطة. هل أنت من ذوي الشهداء؟ هنا تحدد. إذا كنت من ذوي الشهداء تحدد شنو ذوي الشهداء. وزارة الداخلية، بعمليات التحرير، بالعمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، شهداء الحشد الشعبي، مؤسسة الشهداء، سجين سياسي. احنا نقول لك كلا. بعدها نطي التالي. هنا راح ندخل رقم الهاتف، ولازم نحفظ رقم الهاتف اللي راح ندخله ونخليه مفتوح، لأن راح يوصل لنا طلب المقابلة عن طريق هذا الرقم. نقول له 078-456 أي رقم هاتف. رقم الهاتف الثاني اختياري، بإمكانك انه تمليه وكذلك بإمكانك انه تتركه. هنا هذا الرقم هو رقم تأكيد حتى يتأكد من انك انسان مو روبوت، حتى يتأكد منك انسان عادي مو روبوت. 91918. بعدها نطيه ارسال. هنا نطلع عندنا مشكلة بالرقم، يقول لي يرجى مطابقة التنسيق المطلوب، يعني يريد من عندي 11 رقم لازم. فأنا لازم أتأكد من وجود 11 رقم. 078 456
وهنا 078. هذا الرقم بإمكانكم انه تتواصلون ويانا عليه. الرقم الثاني اللي راح نكتبه 56. هنا نعطي ارسال. بعد ما نعطي ارسال ننتظر راح يطلع لنا رقم الطلب. مثل ما تشوفون طلع لي هذا رقم الطلب اللي هو 892664. هذا رقم الطلب، بإمكاني أعطيه حفظ الطلب، راح يحفظ لي على شكل صورة، أو أعطيه طباعة الطلب. بإمكانك طباعة الطلب أو حفظ الطلب أو عبده للرئيسية. فأنا اعطيته حفظ الطلب، وكذلك بإمكاني أن أطبعه أطلع على شكل مطبوع PDF. هذه طريقة التقديم، طريقة جدا بسيطة، استمارة جدا بسيطة. إذا عندك أي مشكلة تواجهك اكتب لنا إياها بالتعليقات. كذلك إذا ما عرفت تقدم حاول تتواصل ويانا وبمبالغ رمزية، وراح يتم التقديم لك مباشرة. بالنهاية شكرا للمتابعة. لا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة حتى توصلكم المزيد من الأخبار العاجلة والحصرية.